معظم الناس فاكرة إن التغذية يعني دايت حرمان أو خسسان وبس. لكن الحقيقة إن التغذية هي الحاجة اللي بتحدد جسمك هيشتغل إزاي أصلا. كل لقمة بتدخل جسمك يا بتديك طاقة، يا بتبني جسمك، يا بتأثر على صحتك بالسلب أو بالإيجاب. أي مادة غذائية بتدخل جسم الإنسان سواء كانت سائلة أو صلبة اسمها غذاء. لكن الغذاء الحقيقي لازم يكون ليه وظيفة، يا إما ينتج عنه طاقة، يا إما يبني ويجدد أنسجة الجسم، يا إما ينظم العمليات الحيوية اللي بتحصل جوانا كل ثانية. ومن هنا بدأ علم التغذية، العلم اللي بيدرس جسم الإنسان محتاج إيه فعلا، وإزاي الأكل يقدر يأثر على الصحة والطاقة والحرق والهرمونات وحتى كمان الأمراض. علشان كده التغذية ليها علاقة مباشرة بالأمراض المزمنة والأمراض الحالية، زي السمنة والأنيميا ومقاومة الأنسولين وضعف المناعة وحتى التركيز والطاقة اليومية. جسمك ببساطة محتاج 6 عناصر أساسية عشان يفضل شغال بكفاءة، زي الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الفيتامينات، المعادن، المية، وحديثا بقت الألياف من أهم العناصر اللي بتساعد على الهضم وصحة الجسم. وما ينفعش عنصر من دول ما يكونش موجود في يومك أو في وجبتك الغذائية. والعناصر دي متقسمة لنوعين، عبارة عن ماكروز، ودي عناصر كبيرة بيحتاجها الجسم بكميات كبيرة، زي البروتين والكربوهيدرات والدهون، وهي المصدر الأساسي للجسم من الطاقة. أما المايكروز ودي العناصر الصغيرة اللي بيحتاجها الجسم بكميات أصغر، زي الفيتامينات، المعادن، المية، دي الجسم بيحتاجها بكميات صغيرة لكنها أساسية علشان الجسم يعرف يستخدم الطاقة اللي موجودة في الكميات الكبيرة. يعني هي البنزين اللي بيحرك الدينامو أو بيحرك المولد. يعني ممكن تاكل كتير جدا لكن جسمك برضو تعبان لأن الجودة أهم من الكمية. وعلشان كده سوء التغذية مش معناه إنك جعان، بالعكس، ممكن تكون بتاكل فوق احتياجك وعندك سوء تغذية برضو بسبب نقص عناصر مهمة أو نقص من أكلك. جسم الإنسان محتاج توازن، مش محتاج إن أنت تاكل بكميات وخلاص. يعني ما ينفعش أركز على عنصر واحد وأهمل بقية العناصر. هديك مثال بسيط، لو احنا ركزنا على الكبدة في الأكل فضلنا ناكل كبدة بكميات كبيرة، الكبدة فعلا غنية بالحديد لكنها فقيرة فعلا في الكالسيوم ومفيش فيها كالسيوم بنسبة كبيرة. وفي المقابل الألبان غنية بالكالسيوم لكن الحديد فيها قليل. يعني لو انت فضلت تاكل نوع واحد بس علشان مفيد من وجهة نظرك، جسمك مع الوقت هيبدأ ينقصه عناصر تانية. وبالتالي علشان كده لازم النظام الغذائي الصح يكون فيه توازن وفيه تنوع ومناسب لجسمك ومناسب لظروفك وتقدر تكمل عليه. لأن أسوأ نظام غذائي هو النظام اللي تبطله بعد أسبوع. وبرضه لازم نكون فاهمين نقطة مهمة جدا، مش أي أكل صحي يبقى مناسب حتى لو كانت الكميات بتاعته كبيرة. بس بالعكس، جسمك له احتياج معين من الطاقة، وسعرات زيادة هي اللي بتحول جسمك من إنسان طبيعي لإنسان جسمه موجود فيه دهون. يعني أي سعر زيادة عن احتياجك الجسم بيحولها لمخزون من الدهون حتى لو الأكل نفسه كويس. وهنا بقى ندخل على واحدة من أهم مفاهيم التغذية، وهي الكثافة الغذائية. يعني إيه كثافة غذائية؟ يعني أجيب أكبر قيمة غذائية وأكلها بأقل سعر حراري. يعني لو أنا بسطت لك الموضوع وقلت لك إن إحنا عندنا نوعين، النوعين بيدوني نفس الكمية من العناصر الغذائية، لكن كل واحدة فيهم بتديني سعر حراري أعلى، زي اللبن والجبنة الشيدر. اللبن فيه كالسيوم كويس جدا، تمام، والجبنة الشيدر فيها نفس الكمية من الكالسيوم. يعني لو جبنا 250 مللي جرام لبن وحوالي 50 جرام قطعة جبنة هيدوك نفس الكمية من الكالسيوم، لكن اللبن هيديك كالسيوم كويس بسعرات أقل، يبقى اللبن هنا كثافته الغذائية أفضل. ونفس الفكرة في الخضروات، البقدونس مثلا رغم إن سعراته قليلة جدا لكنه مليان فيتامينات ومعادن وألياف. وعلشان كده الخضار من أقوى الأطعمة في الكثافة الغذائية، لأنه بيدي جسمك قيمة غذائية كبيرة بدون سعرات عالية. في النهاية لازم تفهم إن جسمك ما بيتعاملش مع اسم الأكل، جسمك بيتعامل مع العناصر اللي جوه الأكل. وعلشان كده مفيش أكلة واحدة في الدنيا تقدر تدي احتياجات الإنسان من كل حاجة بالكامل، إلا ربنا سبحانه وتعالى جعل في غذاء
واحد بس هو اللي يقدر يدي احتياجات الجسم من العناصر اللي هو محتاجها، وهي لبن الأم. ولبن الأم هنا بيبقى أول 6 شهور فقط، وبعد كده لازم يخش للإنسان كميات معينة من الأكل عشان يقدر يستفيد. وده اللي هنتكلم عنه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. هكلمك عن حرقك وهرموناتك وسكرك والدهون والجوع وكل حاجة أنت محتاجها في العناصر الغذائية والاستفادة القصوى منها. ولو وصلت لحد هنا اكتب في الكومنت: أنا مستعد أغير جسمي، وإن شاء الله هكون معاك. صحتك في